بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سيف إفانتراس من مراكن بروغرامين سكول. هذا إن شاء الله غادي يكون أول درس في أول دورة، في أول فيديو عندنا في القناة. هذا الدورة إن شاء الله تكون عند دورة مبسطة للمبتدئين حول لغة ال HTML. أولا نتعرف على ال HTML، يعني ما هي ال HTML وكيف تكتب ال HTML. أول شيء ال HTML هي عبارة عن لغة وصفية، وليس كما يظن البعض. البعض يظن على أنها لغة برمجية، لكن هذا خطأ. يعني ال HTML لغة وصفية. يعني كيف وصفية؟ يعني لغة تصف بها شكل الصفحة. يعني نضع جدول هنا، نغير لون الخلفية، نكتب العنوان هنا. هذه هي لغة وصفية. وال HTML تكتب عن طريق أكواد تسمى طاغات أو tags، على هذا الشكل tag أو element. أنه مع العلم نغير كلمة tag باسم التاج الحقيقي. هذا هو شكل HTML. يعني كما نرى هنا HTML lesson by سيف إفانتراس. إذا شغلنا هذا الملف ماذا سنجد؟ سنجد هنا العنوان الذي كتبناه هنا. إذن سأبدأ معكم من الصفر. نمسح هذا الشيء. أول شيء في ال HTML كل الكتابات تكون على هذا الشكل. يعني كل كتابات في ال HTML تكون على هذا الشكل. نغير كلمة tag بالتاج الحقيقي. أول شيء نبدأ كتابة ال HTML. يجب أن نكتب بعض الأشياء أساسية، يعني يجب أن تكون كل مرة تبدأ في كتابة شيء ما يجب أن تكتبها. إذا تابع معي وسأشرح من بعد. إذن كما نلاحظ هذه الأشياء يجب عليك حفظها، يعني هي أساس ال HTML وهي أساس الصفحة الخاصة بنا. كما نلاحظ هنا تاج ال HTML، فهو يجب علينا كتابته لفتح مجال لباقي الطاقات. تاج الهيد. تاج الهيد هو الجزء العلوي للصفحة. يعني هنا عندما نريد أن نغير شيء في الجزء العلوي للصفحة نغيره في هذه المساحة بين الهيد والهيد. وهنا البودي وهو محتوى الصفحة، هذا المكان الأبيض. إذا عند بداية كتابة الأكواد نكتبها في أماكنها المخصصة. يعني مثلا أريد تغيير العنوان، نكتب في التاج الخاص بالهيد وهو تاج تايتل وهو لتغيير العنوان. نكتب هنا مثلا HTML songs by. عندما نشاهد كما نلاحظ هنا قد تغير العنوان. إذا نعلم الآن بأن تاج تايتل يمكننا من تغيير عنوان الصفحة. هناك تقريبا 10,000 تاج، يعني ليس من السهل حفظها، لكنني سأتناول معكم التاجات الأساسية لبناء صفحة. لن أقول صفحة بشكل احترافي، لكن سأقول صفحة للمبتدئين.
إن شاء الله هناك دورة خاصة للإخوة المحترفين، فقط هذه دورات تمهيدية للإخوة المبتدئين. سنلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وسنتعرف على الطاقات. لا تنسوا مشاركتنا على القناة بالضغط على سبسكرايب، وعلى صفحتنا على الفيسبوك.